السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هنعمل طريقه عمل السمنه البلدي في البيت. يلا نشوف الطريقه. لو عايزه تشتركي في قناتي ادخلي مطبخ سيسي، اضغطي على اشتراك، فعلي الجرس، اعملي علامه صح وبعدين حفظ. بسم الله. معانا زبدة فلاحي. الزبدة دي انا عاملاها في البيت، وطريقة الزبدة موجودة على القناة، هتلاقوها في اخر الفيديو، هتلاقوها على الشاشة، او اكتبي في البحث طريقة عمل الزبدة مطبخ سيسي، الزبدة مطبخ سيسي. هناخد الزبدة ونحطها في حلة، بس تكون الحلة كبيرة شوية، ما تكونش يدوب على القد. انا دخلتها بس التلاجة بعد ما عملتها عشان ما كانش عندي وقت، فمسكت نفسها. حالا تفك على النار، او هسيبها بره شويه لحد ما تفك شويه قبل ما نحطها على النار. حطيت الزبده على النار. هدي النار عليها، هتلاقيها هتسيح على طول، هي بدات تسيح تحت لحد ما تسيح خالص. ابدا ما تعليش عليها النار عشان ما تتحرقش منك. ناخدها على نار هاديه ونصبر عليها شويه علشان تطلع معانا كويس. الزبده ساحت، بصوا يا جماعه اهي، الاصفر ده، او طالما الاصفر ده ظهر، دي السمنه البلدي اهي. لازم كل ده، ولازم تقلبيها على طول، تقلبيها كويس من ارضيه الحله رايحه جايه، ما تسيبهاش على النار من غير ما تقلبيها، يعني كل 10 دقايق او اقل لازم تقلبيها. بصوا يا جماعه اهو، اول ما يبتدي يظهر اللي هي الريم الابيض، اللي هي القطعه البيضاء دي اسمها ريم. الريم ده طول ما هو ابيض يبقى لسه السمنه البلدي ما ظهرتش معانا. لما الريم ده كل شويه هتلاقوه لونه يتغير، يعني هو دلوقتي ابيض، شويه شويه هيبقى لونه كريمي، شويه شويه هنلاقيه لونه بني فاتح كده. من خلال الريم ده بنعرف ان السمنه البلدي استوت او لا، من خلال الريم ده. ما شاء الله السمنه طلعت خالص، شايفين يا جماعه، حتى بانت اهي وبقت صفرة، لونها فتح اهو، وما عادش فيه الريم حتى رقت تحت اهو. الريمه بانت قوي خالص اهي. نقلب برضو. لو شلتيها والريم لسه مع لونه مغمقش، السمنه دي مش هتعيش معاكي كتير، شويه وهتلاقيها عفنت. لازم تستوي كويس علشان نطلع منها اي لبن خض يكون موجود لسه. اللي تحت ده يا جماعه اللي احنا بنسميه في مصر المرتة. عارفين المرتة؟ هي دي المرتة، اللي هو اللي بيبقى عامل زي الريم ده، ما بيرقد بقى بيبقى مرتة. بس يا جماعه الريم لونه لون اهو، بقى لونه بني فاتح. هي اتلسعت شويه مني ما يظهر، سبتها شويه ما قلبتهاش، فلقيتها لسعت شويه، مش مشكله خالص. بس هي كده خلاص اهو المرتة بتاعتها اغمقت، ابتدت تاخد اللون البني. هقفل عليها واسيبها لحد ما تهدى خالص، ما تسيبيهاش كتير، لان احنا دلوقتي في الشتاء هتلاقيها مسكت، هتلاقيها بقت عامله زي السمنه وجمدت. عشان تفكيها بقى تفكيها على النار برضو، تشغلي النار لحد ما تفك معاكي عشان تقدري تشيليها من الحله. هسيبها لحد ما تهدى وبعدين هصبها في برطمان نضيف. زي ما احنا شايفين السمنه هديت والمرته رقدت تحت. طبعا المرته دي مش هينفع تتاكل لان اصلا بتبقى كميه صغيره وما بتبقاش حلوه، وبعدين اتلسعت مننا شويه، فمش مشكله. اهم حاجه السمنه، اهم حاجه زي ما احنا شايفين المرته تحت لونها غامق كده، معنى كده ان السمنه دي هتبقى ان شاء الله كويسه جدا وتعيش معاكي مده طويله. نصبها في برطمان ده نضيف وما فيهوش ولا نقطه ميه، سيبيه خالص لحد ما ينشف. بسم الله.
البرطمان ده 600 جرام، يعني هي ممكن كمية دي كلها ممكن تعمل معانا كيلو مثلا، كيلو سمنة او كيلو الا شوية اهي، نضيفة اهي وزي الفل. اقفلها، اكمل في البرطمان التاني. تحاولي على قد ما تقدري وانتي بتصبيها ما تخليش الريم يطلع وينزل معاها، وهي ينزل مع السمنة. تمام، السمنة تنزل نضيفة خالص. توقفيها حتى ايه كده مورباها، حتى لو عايزة ايه تحركي او تعملي اي حاجة، عشان بس الكاميرا اتحركت. بحب احتفظ بيهم في التلاجة على طول السنة. في الشتاء تقدري تخرجيها بره التلاجة عادي، لكن في الصيف انا ما بحبش احط الحاجات دي بره في الصيف، اخاف تبوظ. لكن لو انت عاملاها كويس ما بتبوظش، بس انا ما بحبش اجازف. اهي دي موجودة عندي على فكرة من السنة اللي فاتت. في الصيف بحطها في التلاجة، وفي الشتاء بطلعها عادي بره، لان الشتاء بيبقى الجو ساقع ما بيحصل لهاش حاجة. هي عملت معايا حوالي ده 600 جرام البرطمان ده، والبرطمان ده بيبقى 300 جرام تقريبا، 300 او 300 يمكن ونص، مش عارفة يعني في الحدود دي. ممكن يعني كيلو الا 100 جرام او كيلو، كمية كويسة جدا. السمنة البلدي بنستخدمها فيه، بنعمل بيها البسبوسة، وطريقتها موجودة على القناة. بنعمل بيها القرص الطرية، طريقتها برضو موجودة على القناة. على القناة انا عامل القرص الطرية بالقشطة، كنت عاملاها قشطة وايه تاني مش عارفة، انا كنت حاطة وزبدة. ممكن بقى تستغني عن الزبدة والقشطة وتكتفي بس بالسمنة البلدي. سمنة بلدي مع لبن رايب عندك او زبادي، تعملي احلى قرص، بتدي نفس الريحه، بتبقى تحفه. تقلي بيها البيض، تعملي بيها الرز الابيض بالشعريه، ده بيبقى طعمهم حلو. انا بستخدمهم في الاربع حاجات دول بس، يعني عشان ايه كميه مش تبقى كبيره، فبحاول اظبط يعني بيها الاكلات. بتمنى السمنه البلدي تكون عجبتكم النهارده. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم سيسي من مطبخ سيسي مصر. باي باي. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير. اضغطي على اللينك اللي لونه ازرق، هيدخلك على البلوجر اللي موجود قدامنا دلوقتي. البلوجر هتلاقيه موجود فيه المقادير كتابة، والشرح كمان بالصور وبالتفاصيل.